الله يجعل أيام رمضان جابرة لقلوبنا وساتر لعيوبنا ومحيا لذنوبنا. رمضان كريم. في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحاب ديالو في المسجد كيجمعوا، وفجأة شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب وقال: سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. تعجبوا الصحابة، كيفاش راجل في الجنة وعايش معانا وكيلبس بحالنا ويشرب وياكل بحالنا؟ ملي شافوا في جهة الباب فإذا برجل ما معروش في الصحابة، لحيته كتقطر بالماء ومشمر على الساعدين ديالو باش يصلي، وحط النعلين ديالو تحت باطو ودخل صلى ركعتين وخرج. جا اليوم الثاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. شافوا الصحابة في الباب ها هو نفس الرجل، تعجبوا. اليوم الثالث: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا به نفس الرجل. عبد الله بن عمر كان صغير، قال: شنو هذا العمل اللي كيدير هذا الراجل حتى استحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد ليه بالجنة؟ وهو يمشي من وراه وجل عنده وقال ليه: أنا والأب ديالي مخاصمين وبغيت نجلس عندك أيامات حتى يهدأ الأب ديالي. وفعلا هو كان واقع بينه وبين الأب ديالو خلاف، ولكن ما كانش في ديك اللحظة، يعني كان قبل من فترة، لكن هو ما حددش اليوم اللي كان خلاف بينه وبين الأب ديالو. الرجل رحب به وقال ليه: أهلا بك. انعس الليلة الأولى عنده ما لاحظ حتى حاجة، غير أن هذاك الرجل فين ما كيتقلب في النعاس ديالو كيذكر الله، لا إله إلا الله، ولكن ما كيقومش الليل، ما كيقراش القرآن بزاف، يعني هذاك الرجل حالته عادية جدا. اليوم الثاني كذلك ما لاحظ والو. اليوم الثالث مرت 3 أيام وهو يقول عبد الله بن عمر لهذاك الرجل، قال لي: والله ما وقع بيني وبين أبي خلاف في هذه الفترة، يعني لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وبغيت نعرف شنو هو هذا العمل اللي استحقتي به تكون من أهل الجنة. أنا 3 ليالي وأنا معك ما لاحظت عليك والو. قال لي الرجل: والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي حتى عمل زايد، صومي وصلاتي بحالكم، ما عندي حتى حاجة زايدة. هو يقول لي عبد الله بن عمر: غير شوف تفكر، وناض بغى يمشي في حاله. وهو يقول له الرجل بلاتي، قال لي: والله ما زايد عليكم بعمل غير إني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد لأحد. يعني الرجل قلبه نظيف. وهو يقول لي عبد الله بن عمر: هذه التي بلغتك، وهذه اللي زيد بها علينا. رمضان كريم.